شفتي بقى معايا الجمال والحلاوة اهو ده الراعي الرسمي للشتاء المحشي. أكلة كده بقى تدفي وترم العظم. هقول لكم بقى عملنا ايه من الصبح. بس كده هنبدأ بقى الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. احنا بدأنا بقى الصبح كده يوم الجمعة. جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب. آه بالبخور. زي ما انتم شايفين انا حاطه بخور وحاطه فيه ورق اللورة، حاطه 3 ورقات، عايزه تحطي واحده عايزه تحطي 3. المهم ان هو يكون رقم فردي وتر. بخرنا الحته طبعا بعد ما فطرنا بقى وفتحنا الحته زي ما انتم شايفين، وكانت الشمس طالعه. انا بفتح لكم الشباك عشان اوريكم ان الشمس كانت حلوه يعني ما شاء الله. ففتحت بقى الحته ونظفتها وسويتها وفطرنا الحمد لله واكلنا طيورنا وكل حاجه. وقلنا نبدأ معاكم اليوم نشوف هنعمل ايه. طبعا احنا في الشتاء فيعني الراعي الرسمي للشتاء الاكلات اللي تدفي. فكنت بوريكم بقى ان هي ما شاء الله شايفين الشمس داخله ازاي والضوء كده مالي المكان. فتحي دايما بيتك الصبح ودخلي الشمس كده والهواء وغيري، يعني جددي الهوا في البيت وخليه تدخلي الطاقة الإيجابية في البيت. طبعا زي ما انتم شايفين التلفزيون مفتوح طبعا على القرآن. الحرم ربنا يوعدنا ويوعدكم يا رب بزيارة بيته الحرام. وهندخل بقى ان شاء الله على الغداء. احنا هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم احنا هنعمل حاجة النهاردة تدفينا كده في الجو البرد اللي احنا فيه ده، ونغير يعني. طبعا انا مش بعمل لكم وصفة النهاردة، بس انا بقى ايه يعني بنشجع بعض وبننشط بعض. دلوقتي انا طلعت الفرخه بتاعتي وحطيت عليها ملح وفلفل، ودي الحاجات اللي انا هحطها معاها. هعمل فرخه بشوربه عادي خالص عشان اخد المرقه بتاعتها او الشوربه بتاعتها احطها على المحشي. زي ما انتم شايفين دي حاجه الفراخ. طبعا كلنا ستات بيت شاطرين. احنا بس ايه يعني بنفكر بعض، بنعلم ولادنا الصغيرين. على فكره اللي انتوا شايفين ده بنوتي اللي عاملاه، فانا كنت بوريهولكوا بس هي اللي طبخت يعني. دي بقى حلة المحشي اللي انا كنت لفتها. جبت كرنبايه حلوه كده فضلت خيركم وقمت سلقاها. طبعا كلنا ستات بيوت شاطره وكله بيعرف يعمل المحشي. وسلقتها وحشيتها. طريقة المحشي أنا عملتها في فيديو قبل كده، أو التسبيكة بتاعتي اللي بعملها ني في ني موجودة على القناة في فيديو قبل كده. هنا الفرخة بتاعتي غسلتها كويس جدا جدا بالليمون وبالخل وبالملح. وبعدين حطيت معلقتين زيت كبار ونزلت عليهم بالفرخة أشوحها. ونزلت كمان بالحاجات اللي معايا اللي هي بصل وجزر وفصين توم وطماطمايه. أنا ما عصرتش الطماطم، أنا قطعتها بس كده وحطيتها، وورق لورا وعود قرفة وحبهان، ولو عندك مستكة حطي. طبعا ملح وفلفل وبهارات فراخ لو حابة. دلوقتي انا حطيت الفرخة بتاعتي هقلبها بقى عشان اشوحها على الجنب ده والجنب ده. زي ما انتم شايفين انا قلبتها اهو. والحاجة بتاعتها كمان تتشوح معاها. وبعد كده هنزل عليها بالمية عشان اسلقها يعني. طبعا زي ما قلنا ان احنا كلنا ستات بيوت شاطرين، بس احنا بنفكر بعض وكمان بنعلم ولادنا. زي ما انتم شايفين كده انا قلبتها كمان على الوش تاني، كانت اتحمرت من الجنب ده او اتشوحت من الجنب ده فايه. نزلت عليها بالميه. هغطي عليها بقى وبعدين هشيل الرغوة أول ما الرغوة تطلع عشان الشوربة بتاعتي تبقى نظيفة وزي الفل. هغطي عليها وهوريكم بقى بعد كده الأكل. طبعا أنا كنت حطيت الأكل على النار وكنت بوريكم الجبنة دي أنا كنت عاملاها من قبلها بيوم. جبنة قريش. طبعا احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده برضو في فيديو الخير ما شاء الله. دي بقى الشرشة اللي نزلت من الجبنة القريش انا حطيتها على النار لغاية ما تقلت كده. وبعد كده حطيت عليها بجد والله تحفة يا بنات. طبعا احنا ما بنرميش حاجة خالص يعني، حرام، احنا بنستفيد من كل حاجة. حطيت عليها فلفل اللي هو القرون الفلفل دي. وحطيت انا بوريكم ان انا كنت حاطة شطة كمان حمراء يعني اللي هي المطحونة. وحطيت قشر برتقان من اللي كان معايا في الفيديو قبل كده. يعني احنا ما بنرميش حاجة خالص خالص. حطيت شوية ملح وشوية شطة وكمان قرون الشطة دي وقشر البرتقان. ده هيتحط في المش. ده انا هزود بيه المش بتاعي. والجبنة زي ما انتم شايفين انا حطاها، بس دي بقى انا مش ما حطيتش عليها ملح كتير، مش هحطها في المش، دي هتتاكل. هنا بوريكم الشوربة ما شاء الله، شوفوا
عامله زي الدهب ما شاء الله، صفرا وجميله، وطعمها بجد روعه روعه روعه. اهو هسقي بيها بقى المحشي بتاعي. زي ما انتم شايفين انا بجيب من شوربه واحطها على المحشي، اللي هو طبعا انا حطيت عليه الملح، زودت الملح. الشوربه فيها ملح، فبناخد بالنا ان احنا ما نزودش الملح عليها قوي، عشان خاطر ما تبقاش محشي ما يبقاش حادق معانا. معلش البخار كان طالع على التليفون واحنا بنصور، فايه هكمل بقى احط الشوربه اللي هو القعد بتاع المحشي، وبعدين في الاخر طبخته وما شاء الله بألف هنا. كان يا ولاد كان ايه تحفه. على فكره انا بسجل لكم دلوقتي والدنيا بتشتي بره يعني. آه الدنيا بصوا بتضرب، يعني بجد بجد ضرب نار. فكان شويه محشي بقى في وقتهم، حاجه كده في الجون يعني. بجد كانوا تحفه. جربوه يعني في الشتاء اللي احنا فيه ده الراعي الرسمي للشتاء. يعني سيبكم بقى من الرجل اللي طالعه من الفرخه دي، كانت بتلعب كاراتيه مش مشكله عادي خالص يعني. وكلناهم بألف هنا. ده كان الفيديو بتاعنا في قناه ام طارق وعمايل ايديها. ما تنسوش بقى اللايك، ومستنيه رايكم في التعليقات. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.